ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه واتم حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى، يعني بما ان شم النسيم جه عدى علينا كده، يعني ولا حسينا بيه ولا يعني اكلنا الاكلات المفضله اللي احنا بنحبها، يعني اللي احنا بناكلها طول السنه. هنا طبعا انا كنت جايبه سمك. بدأناها بقى ايه بالسمك وختمناها بالسمك. كل سنة وانتم طيبين، مناسبة عيد الفطر المبارك. أعد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يا رب. وكل سنة وانتم طيبين طبعا، عشان عيد شم النسيم اللي مشي دوت. تمام. هنا بقى ايه طبعا الترويقات والتنظيفات ما بتخلص. تمام. فيعني كلنا بنروق وكلنا بننظف وكلنا بنجدد وكلنا بنعمل كل حاجة حلوة، يعني ايه آه تشرفنا وتشرف يعني اي حد يجينا وكده. تمام. هنا بقى طبعا انا يعني فصلت كده من الترويقات والتنظيفات، لان بصراحة انا تعبت، كلنا بنتعب في الايام دي. لو ان طول السنة والله بنروق وبنعمل، بس يعني حاجة العيد دي بتبقى لها زهوة كده وبتبقى لها فرحة وبتبقى بتحسي ان انتي يعني داخل عليكي بمناسبة سعيدة كده، وبتحبي بقى ايه تجددي وتفنشي شوية حاجات كده. تمام. فانا ان شاء الله هنزل لكم ترويقات العيد وتنظيفات العيد، كل ما يخص البيت، من مطبخ لغسيل سجاد لكل حاجة. بس انتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. آه بإذنك يا رب، ويا رب الفيديوهات اللي بننزلها تكون بتنال إعجابكم، وحتى لو بنستفاد كلنا من بعضنا ولو بمعلومة صغيرة. تمام. هنا بقى أنا جايبة السمك طبعا، لأن ما شاء الله كانت كمية كبيرة. فأنا بصراحة بحب الأدام حاجة يعني بتاخد وقت معايا، بحب أعملها وأنا قاعدة، عشان حتى إيه هنا اتعورت. آه يعني اخد راحتي في تنظيفها وكده. تمام يا حبيب قلبي. طبعا بعد ما نضفته وغسلته بعمل له الدقة الحلوة بقى بتاعته، اللي هي الدقة يعني لأي سمك. آه طم آه اللهم صل على سيدنا محمد. توم على كمون على ليمون على فلفل حامي او بارد حسب ما انت عايزة. تمام. وملح. ولو عندك بهارات سمك حطي، بتديها طعم حلو قوي وريحة جميلة. تمام. هنا بقى حطيت كل مقادير اللي انا بحطها لتتبيلة السمك. هنا ما شاء الله كان السمك البولتي دوت بصراحة يعني احلى انواع السمك. تحس ان هو كده يعني صابح ماشي، مش زي انواع السمك اللي هي المجمدة. تمام. احنا بنجيب ده وبنجيب ده، بس دوت بصراحة بيبقى اطعم. تمام. هنا طبعا ما نعمل التتبيلة، انا هنا هعمله ايه. ما شاء الله يعني جايبين وليمة سمك ماشي، كنا جايبين حوالي 4 كيلو 4 كيلو ونص. يعني احنا بنقول لكم بقى ايه بنودع السمك، لان يعني شم النسيم جه علينا كده والله، ولا حسينا بيه ولا يعني احنا ما بنحتفلش باليوم ده. بس يعني ده يوم بيبقى عندنا كده معروف لانواع السمك، للجزل للرنجة للفسيخ لكل ما يخص الايه ال- الحاجات. طبعا انتوا عارفين بقى. تمام. هنا بقى بعمل الخلطة بتاعتنا. هاخد جانب للسلطة، تمام، وجانب بقى التتبيلة بتاعتنا اللي هنحشي بيها السمك القمر بتاعنا ده. ما اقولكوش بقى والله العظيم ما شاء الله، يعني يوم السمك ده ما كانوش هنا عندنا بيحبوا السمك. بس بقيت يعني ايه بنوع لهم فيه، مره مشوي مره محشي مره مقلي، يعني مره صينيه. تنوعي في الحاجه، لو اللي قدامك ما بياكلهاش من شكلها بس والتفانين اللي انت هتتفنني فيها هياكلها. تمام. هنا طبعا طبق السلطه ده الاساسي، بنحبه يعني على السمك وكده. ماشي. اي حاجة عايزة تحطيها في السلطة بقى بتحطيها، عندك كابوتشا، عايزة خيار، عايزة خس، عايزة طماطم، فلفل، خضرة اللي انت بتحبيه وتفضلي في السلطة عندك حطيه. يعني بصراحة السلطة ما بتقولش لأي حاجة لأ. اي حاجة عايزة تحطيها تمام. هي السلطة كده كده اصلا مفيدة جدا، يعني لو حطيتي فيها طماطم وبصل وفلفل وخيار بس ده يعني ايه شيء كافي. تمام. طبعا بقى نحط الخل بتاعنا ونحط الليمون وتحطي الكمون وتحطي الملح. التوابل بقى، ما بصراحة انا ما بحبش توابل في قلب السلطة، بحب اخد السلطة كده بس اطعمها يعني منها فيها، ما بحبش الافورة اللي فيها. اذا كان كمون بس بكتفي بكده. فكل واحد له ايه حرية الاختيار في ايه في اكلاته في وصفاته. تمام. هنا بقى الطماطم اللي انا كنت مقرطاها والبصل والفلفل والخضرة
تمام. والليمون والكمون وخلطة السمك اللي احنا عاملينها اللي هي في قلب الهون دهيت. طبعا هنحط كله على بعضه. ماشي. طبعا مع شوية خل، طبعا مملحين السمك من جوه ومن بره، يعني تخلي بالك وانت بتملحي الخلطة عشان ايه ما تبقاش ايه حادقة معاك. طبعا شوية زيت عشان تدي للخلطة كده لمعان وتدينا لون كده، والسمكة وهي في قلب الشوي تاخد لون. ما تنسوناش بقى حبايب قلبي في اللايك والاشتراك، واهم حاجه ما حدش يتخطى الاعلان بالله عليكم يا حبايب قلبي، لان الاعلان دوت هو مصدر ربحي من القناه كده. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. طبعا الليمون بنحطه كالعاده، يعني بصوا السمك الاتنين اللي بيعشقوا من الليمون والكمون. هنعمل ايه بقى؟ يعني احنا قلنا ختامه ومسك، يعني والله ما عارفين النهارده الوقفه ولا لسه بكره الوقفه. انا بتمنى والله ان لسه بكره الوقفه، لان في حاجات كتير قوي ما عملتهاش. طبعا رحنا عملنا حاجه العيد، كل سنه وانتم طيبين، الكحك والحاجات اللي هتخص العيد وكده. فبصراحه ضيعنا اليوم كله في الفرن واحنا بنعمل، لو ان احنا يعني عاملين كميه صغيره بس والله رحنا. رحت من حوالي الساعة 10 بالليل كده، ما جيناش الا الساعة 6 الصبح. يعني اليوم كله ضاع، فامبارح ما عرفتش اعمل حاجة. كان المفروض اعمل نيش واعمل المطبخ، بس يلا الله المستعان، ان شاء الله هنعمل النهاردة كل حاجة. طلع واقفة مش واقفة لازم نعمل هنا. طبعا كنت جايبة البولشة زي ما بقول لكم، احنا بنحب ده وده. فبصراحة بس انا بستطعم اللي هو التونة احلى. مش عارفة، سبحانك يا رب، بحس ان هو مسكر وطعم عن ال- التونة. تمام. هنا بقى بنحشي النوعين اللي احنا ايه جايبينهم، وبنرصهم في الصينية. يعني ما شاء الله انا بقى يعني من نوع ان انا بحب ده وده، يعني مقلي ومشوي، فانا هعمل جانب كده وجانب كده، لان في يعني بصراحة دوت انا عاملة حراق. تمام. فاللي هياكل منه ياكل. شايفين الفلفل عامل ازاي مولع نور نور. آه وهنقلي بقى التاني ونعمل شوية رز. طبعا السلطة موجودة، والحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا. طبعا بقى بصوا ما اقولكوش والله يعني كانت ما شاء الله والله زي العسل. بس كده بحط شوية زيت من فوق الوش. سامحوني بقى على ايه نغوشة صوتي، لان انا بصراحة داخلة على دول برد، يعني البرد سايب الايام كلها وجايلة على عيد ويلا الحمد لله. هنا كان الاكل جاهز طبعا بعد ما دخلت الصينية الفرن، ما بتاخدش معاكي وقت. بصوا ما شاء الله والله العظيم كانت رهيبة 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 ما اقولكوش. طبعا وهنا السلطه. طبعا انا خدت الصينيه بتاعتي وخدت عزاويل ونزلنا ناكل تحت، مش كفايه اللي انا عملت الاكل فوق. وهنا ما شاء الله السمك لونه ذهبي وجميل ازاي. ايه رايكم بقى في الوليمه بتاعتنا النهارده؟ وده يوم بقى ان شاء الله ايه، ده يوم الخميس اللي والله ما اعرف واقفه ولا مش واقفه. ولغايه هنا يا حبايب قلبي اكون خلصت معاكم الفيديو. فيا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وانتظروني في الفيديوهات القادمة حبايب قلبي، مع السلامة.